يا مساء الخير على احلى متابعين لقناتي فرن الابداع. لو عايزه تعملي لعيالك التوست ومش عندك الانجليش كيك، تعالي اوريكي طريقه سهله جدا. هنستخدم فيها العلبه بتاعه السمنه، هنطلع زي ما انتم شايفين عظمه. وكمان لو عندك الانجليش كيك، بصوا يعني انا بوريكم ازاي ممكن امسك التوست وبعصره في ايدي عصر يعني، وبيرجع زي ما هو، ما فيهوش اي حاجه ولا اي تشققات ولا بيفرول ولا بيبقى معايا متقطع ولا اي حاجه. بتفردوا عليه الجبنه بيبقى حلو جدا بطريقه سهله وبسيطه. اول حاجه انا حاطه كوبايه من الميه، حطيت عليها معلقه من الخميره و3 معالق من السكر، وهسيبهم على جنب لغايه لما يحصل فيهم الفوران واختبر الخميره بتاعتي. لازم الاول يعمل القرص اللي هو من فوق ده عشان نعرف ان الخميره تمام معايا وفعاله، علشان ما تبوظليش العجينه. زي ما انتوا شايفين القرص اللي عملته ده معناه ان هي كده الخميره تمام. في بوله معايا حطيت 2.5 كوباية من الدقيق، وضفت الخليط بتاع الخميره معايا، وببدا ان انا اعجن بيها. انا حاطه ميه دافيه يا جماعه، وحاطه على الدقيق رشه بسيطه من الملح. ببدأ ان انا اضيف المية تدريجي واحدة واحدة. حطيت كمان بيضة وشوية من الفانيليا عشان الزفارة بتاعتها ما تبانش في العجين، وببدأ ان انا اعجن. طبعا كل دي نسبة امتصاصه للسوائل بتختلف عن الدقيق من نوع لاخر يعني. فانا استخدمت اللي هو متعدد الاستخدامات. اول ما بدأت تلم معايا بس لسه فيها تلزيقة، حطيت مكعب من الزبدة. انا كان عندي ده مكعب زبدة اللي هي البلدي العادي. عادي ممكن تستعملوا اي حاجة من منتجات المصانع، او ممكن شوية زيت، ممكن كمان معلقة سمنة براحتك يعني المتوفر عندك. هبدأ ان انا حطيتها على المفرش عندي، وبدأت ان انا اعجن. خدوا وقتكم في العجين، علشان كل ما بتعجنوا كل ما هتديكم نتيجة احسن، وهتديكم حتة عيش طرية معاكم بتمط بسهولة ومش هتتشقق منكم، وهتبقى حلوة قوي. ببدأ اعجن يعني، خدت مثلا بتاع 10 دقايق. زي ما انتوا شايفين بتعجني فيها، بتوصلي لمرحلة عجينة طرية بس ما بتلزقش، طرية ما تخافوش انها طرية. ده بالعكس، ده بعد كده النتيجة تبقى جميلة يعني. اخر ما خلصت حطيتها في بولة، دهنتها من فوق ومن تحت بالزيت، وغطيتها بستريتش راب، وبستنى عليها لغاية لما تختمر. دي اول مرحلة من الاختمار اللي هتتخمر فيها يعني. انا عندي دي علبة من السمنة اللي هي الكيلو، لو عندك الاكبر عادي. باي يد هون او حاجة تقيلة كده، ببدأ ان انا الحافة بتاعت السمنة بدق عليها علشان ما تعورنيش زي ما انتوا شايفينها، وانا دهناها من جوه بالزبدة. ده قالب انجليش كيك برضو دهنته وبسيبه على جنب، وببدأ ان انا اجيب العجينة بتاعتي اهو. بسم الله ما شاء الله، شايفين الاختمار اللي اتخمرته حلو ازاي. بدأت ان انا افش خمرها وجبتها، وهبدأ ان انا اشكلها معاكم. يعني هنسيبها تختمر مرة كمان، بس يعني دلوقتي هنشكلها. انا قسمتها بالنص زي ما انتوا شايفين كده، هكور كورة واسيبها على جنب، والكورة التانية هبدأ ان انا افردها معاكم. العجينة زي ما انتوا شايفينها طرية وحلوة قوي، بتمط ريحتها حلوة قوي. ما تخافوش من البيض، مش مطلع اي زفارة، لان احنا كمان حطينا له الفانيليا ومع العجين وريحة الخميرة، فهتغطي على ريحة البيض خالص، ما تقلقوش. هبدأ ان انا افردها على قد ما تقدروا، افردوها تبقى يعني مستطيلة. لو معرفتوش ما تظبطوهاش عادي، مش مشكلة. ببدأ ان انا الف رول واقفل عليها، لو واخدين بالكم بقفل كلها علشان مش عايزة مسامات ولا يبقى فيه فراغات. واقفله يمين وشمال كله، الرول كله بيبقى متقفل، وفي الاخر بقفلها اللي هو الاطراف. واتأكد ان كله متقفل حلو. هبدأ ان انا الفها لفة كده على المفرش عندي، وتبقى على قد الانجليش كيك اللي معايا، وفردتها وبطيتها شوية بسيطة، وهسيبها دلوقتي تختمر معايا. بعد كده انا التانية اللي هحطها في علبة السمنة هفردها برضو، بس مش هعملها رول كبير، هعملها رول صغنن خالص. يعني انا مش عايزاها طبعا بشكل طولي، لان انا لسه هحطها في العلبة بتاعت السمنة. ففردتها وبعد كده عملتها زي كورة بس لجوه، يعني شايفين عاملين ازاي. هبدأ اكورها كورة لجوه لغاية لما اعملها زي البقجة، بس تبقى متساوية بحيث ما يبقاش فيه فراغات اهو. لو واخدين بالكم هبدأ ان انا اقفل في ايدي كده، شايفينها يعني عملت زي الرول صغنن خالص،
بس متبطط معايا مفهوش اي فراغات. برضو بقفل عليها كده بالطريقه دي، وهبدا ان انا احطها في علبه السمنه اللي انا دهنتها معايا. ما تقلقوش خالص، هتستوي وهتشوفوا النتيجه دلوقتي هتبهركم بصراحه. بس بسيبها كده وهسيبهم هما الاتنين يختمروا. بعد نص ساعة او ساعة بسم الله ما شاء الله زي ما انتم شايفين اختمرت وبقت زي العسل. معايا بخاخة حاطة فيها مية بسكر، هبدأ ان انا ارش الوش زي ما انتم شايفين كده. هيديني نتيجة حلوة قوي المية بالسكر اللي بقول لكم عليه، من غير بيض من غير لبن من غير اي حاجة. رشيت كده وحطيتها في فرن على درجة حرارة 200. ولما طلعت عندي احمرت، شايفين الجمال ده من غير شواية يا جماعة، يعني ده الفرن بس من تحت. طلعت معايا بالجمال ده. ورحت بحتة من الزبدة دهنتها ورشيت برضو مية بسكر. ده اللي بيخلي الوش بعد ما كان ناشف هيبقى طري معايا وزي الملبن، يعني مش هتحسوا باي نشفان خالص. ما تقلقوش، هو لما بيطلع من الفرن بيبقى ناشف كده وشه شويه من الاحمرار اللي فيه. ادهنوه على طول بزبده، لو ما فيش شويه من الزيت، لو ما فيش شويه ميه بسكر وخلاص. انا غطيتهم لغايه لما هديوا خالص. بصوا النتيجه يا جماعه، يعني مش عايزه اقول لكم هي قد ايه طريه قد ايه هشه. انا بصوا بحاول ان انا اهو يعني بضغط عليها ضغطه جامده جدا، مفيش اي تشققات ولا اي حاجه. وعايزه اقول لكم كمان كانت دافيه، يعني ما بردتش لمده يوم ولا حاجه، لا ده كانت دفيت يا دوبك قادره استحمل السخونيه بتاعتها. النتيجه هتعجبكم جدا. بصوا اديني بقطعها. التقطيع كل ما تقعد طبعا هتديكي نتيجه احسن، بس انا عشان التصوير فقطعت على طول. وزي ما انتم شايفينها طريه جدا، المسامات اللي في العجينه حلوه قوي وهتعجبكم. طعمها حلو قوي وريحتها حلوه قوي. اتمنى تكون الطريقه عجبتكم. ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وتعليق حلو زيكم.